السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة وفي احسن حال. معانا النهاردة فيديو جديد. الفيديو ده انا لسه عاملاه معاكم من 3-4 ايام. بس النهاردة عملت تاني لان جوزي الشاورما عجبته جدا، فقال لي اعملها لي تاني. فانا هعملها له، فقلت انا ايه اغير من شكلها، يعني بدل ما انا قدمتها له كده يعني. لا، احنا قلنا نعملها بقى، نفتح مطعم سوري عندنا. فيلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف المكونات ايه، وبعدين نشوف هنعمل ايه. معانا نص كيلو كده فراخ مقطعينه شاورما، آه، اللي هي التقطيعة الطويلة يعني، وعلبة زبادي، ومعلقة خل، ومعانا توم باودر وبصل باودر، كل حاجة منها معلقة صغيرة، وبابريكا وملح وفلفل، ونص ليمونة. هننزل الاول بعلبة الزبادي وبعدين البهارات، ومعانا برضو بهارات فراخ. وهنضرب التتبيلة دي كلها مع بعض. هي معلقة خل كبيرة، هنضربهم مع بعض وبعدين ننزل بالفراخ، ومعلقة زيت، نسيت اقول لكم برضو معلقة زيت. وبعدين نضرب المكونات دي كلها مع بعض، وبعدين ننزل بالفراخ، ونسيبها في التتبيلة دي حوالي ساعة، ساعتين، 3، 4 من بالليل، على حسب ما انتي يعني على حسب الوقت اللي انتي متاح عندك. انك في ناس بتبقى مستعجلة بتعملها على طول، وفي ناس لا بتخليها. انا خليتها حوالي ساعتين في التتبيلة. بس كانت خطيرة يعني، جوزي من كتر ما عجبته قال لي اعمليها تاني. فانا عملتها، بس قلت اغير في شكلها كده. اشتريت عيش سوري، ان شاء الله مرة تاني هنعمله مع بعض يعني على القناة. بس انا دلوقتي اشتريته كيس فيه 8 يعني. ال8 دول ب20 جنيه. بس كانت خطيرة، هتشوفوا مع بعض شكلها ازاي. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا اللايك الجميل بتاعكم اللي زيكم كده، لان الفيديو النهاردة يستاهل. فيديو روعة، هيعجبكم. هتفتحوا مطعم سوري وانتوا قاعدين في البيت، من غير ما تحتاجوا ان انتوا تروحوا مطعم، ولا تكلفوا نفسكم السندوتش من برا يعني في اي مطعم من ده مش اقل من 50 جنيه. فاحنا هنعمل يعني في البيت انضف واحلى ومضمون غير برا. وبالهنا والشفا، جربوها. وبعد ما سبتها حوالي ساعتين في التتبيلة، هنجيب طاسة ونحط فيها معلقة زيت كبيرة، ونسيب بقى الزيت يسخن قوي. لازم الزيت يبقى سخن، وبعدين ننزل فيها بالشاورما. شايفين الزيت كان سخن ازاي؟ عشان تاخد صدمة. وما تنزلش مية كتير، هي برضو بتنزل، بس برضو هنحاول ان احنا ايه نخلي الزيت سخن يعني عشان تاخد صدمة. على ما يتشوح بقى وتشرب المية، يعني تشرب المية اللي هتنزلها، نكون احنا ايه قطعنا الخضار بتاعنا، اللي هو عبارة عن بصل وفلفل اخضر وفلفل رومي، اخضر رومي يعني، وفلفل الوان. وهي الشاورما كده شغالة على النار هتتشوح مع بعض. احنا بقى قطعنا بصلاية كبيرة وفلفل الوان، بس انا عندي احمر، بس احمر واخضر. دول الخضار اللي احنا هنحطهم على شاورما الفراخ. وبرضو هنحضر طحينة، وهنحضر صوص كده، الصوص اللي هو هنحضر مع بعض الصوص. الصوص ده عبارة عن كاتشب ومايونيز، ولو عندك مستردة، بس انا ما عنديش، فاستكفيت بالكاتشب والمايونيز بس. وهنضربهم مع بعض ونعمل احلى صوص.
ونضربهم مع بعض كويس. الصوص ده شبه الصوص اللي بنعمله لسندوتشات البرجر. نيجي بقى نعمل الطحينة. هنحط طحينة وليمون وحبة خل ونضربهم كويس مع بعض، ونفكهم بالمية. بس هنخليها يعني تقيلة شوية، مش هنخليها خفيفة يعني. الصوص ده اللي انا عملته اللي هو عبارة عن المايونيز والكاتشب. في شركات بتبيعه يعني جاهز، فلو حابة تشتريه جاهز برضه. وهي دلوقتي الشاورما كانت اتشوحت وشربت المية اللي هي نزلتها، فهننزل عليها بالبصل يدبل، وبعدين نحط عليه الفلفل الالوان او الفلفل الرومي. البصل اتشوح معانا كده، هننزل بعدين بالفلفل الالوان والفلفل الرومي. انا قلت لكم الفلفل الالوان ما عنديش غير الاحمر بس، فاستكفيت بيه. وهنديها نخليها كده 5 دقايق على النار. يدوب كده الفلفل يعني مش عايزينه يدبل قوي برضو، وبعدين هنقفل عليها ونشوف هنعمل ايه. هنبدأ ازاي نحشي العيش السوري بقى. وده شكل الشاورما بتاعتنا بعد ما خلصناها كده، خلصت. نجيب بقى العيش السوري، شايفين شكله ازاي، بطبقه كده نصين يعني عشان هو كبير. اول حاجة هنعملها هننزل بمعلقة طحينة نفردها كده، وبعدين الصوص اللي احنا عملناه معلقة برضو ونفردها، وبعدين هننزل بالشاورما. تمليه بقى على حسب ما انت عايزاه، يعني تمليه قوي او وسط، انت حرة يعني، ده اختياري. وبعدين هاجي اقفله كده من الجنب، وانا بلف ادوس زي ما انتوا شايفين كده، ادوس عشان ايه يبقى محكم وما يتفكش مني. شايفين شكله تاني، نعمل مع بعض واحد تاني نفس الحكاية. هنجيب طحينة وعليها معلقة صوص برضو، وعليها برضو بعدين الشاورما. عندك بقى مخلل الخيار اللي هو بيستخدم الشاورما، حطي، ما عندكيش برضو مش مشكلة. في ناس برضو بتحط بطاطس، احنا هنعمل مع بعض برضو بطاطس. عندي انا مع المخلل جاي مخلل خيار، فانا ايه قطعته كده وحطيته برضو. نلف نقفل من الجنبين، وبعدين ايه نلف كده زي الرول، وندوس واحنا ايه ندوس عليها واحنا بنلفها عشان ما يتفكش. نيجي بقى نلف تاني، بس احنا دلوقتي بنحمر بطاطس عشان نشوف برضو نعمل واحد بالبطاطس. برضو زي ما قلنا طحينة، وبعدين صوص، وبعدين الشاورما زي ما قلنا في الاول. نفس الخطوات اللي عملناها في الاول هنعملها فيهم كلهم، بس في اختلاف. عايزه تحطي بطاطس زي ما قلت لك حطي، مش عايزه برضو عادي تستغني عنها. حابه تحطي برضو مخلل خيار زي ما قلت لك حطي. نطلع بقى البطاطس نجيب البطاطس نحطها مع الشاورما، هي كانت لسه سخنه اهي. وهنقفل برضو من الجنبين ونلف. شايفين شكلها ازاي؟ فتحنا محل اهو في البيت، واحلى واضمن مضمون طبعا، انتي بتعمليه بايدك. هنجيب بقى طاسة، اي طاسة عندك، جريل طاسة براحتك، نحط فيها معلقة زيت وننزل بايه
بسندوتشات الشاورما، ونقلبها بقى على الناحيتين، على الناحية دي ودي لحد ما تتحمر وتاخد اللون. وده كان شكلها النهائي. هي تحفة زي اللي بنشتريها من بره. اهو ده اخد لون بس برضو جميل. وطلع حطينا جنبه برضو مخلل، اهو مخلل، وجبنا شويبس وكان جميل وتحفة. جربوه هيعجبكم. اهو شكله من جوه اهو، والله تحفة روعة. حاجة جديدة برضو وتغيير. بدل ما نزهق من الاكل الروتيني وتغيير اهو. عندنا الاطفال بتحب طبعا التغيير وتحب المطاعم. يا رب يكون الفيديو